النهارده بصراحه فرحنا قوي لان العميل كان طالب كل حاجه بالتفاصيل كده، فده حسسني ان تعب في الفيديوهات ما بروحش على الفاضي. طلب 100 جرام من البن الاندونيسي، ولما سالته ليه قال لي هيقلل سعر القهوه وفي نفس الوقت هيظبط الوش بتاع التوليفه. قلت له تمام. قال لي هنظبط بقى القوام يا عم عليا ب 25 جرام من البن الهندي الروبستا، وده يظبط لنا القوام وهيشيل طعمه كده من قلب القهوه. 50 جرام من البن البرازيلي نظبط بيهم الكريمه بتاع القهوه ونعلي بيهم الطعم. قلت له تمام. قال لي هنظبط الريحه كمان ب 75 جرام من البن الحبشي. قلت له لا ده انت بقيت معلم بقى. قال لي الحبشي كمان مريح للمعده وفي نفس الوقت التوليفه كلها متوازنه وتبقى مريحه للمعده. قال لي هنحوجها بقى بايه 10 جرام من الحبان. قلت له ما فيش مشكله. بصراحه التوليفه كانت متوازنه جدا، وبصراحه عجبني قوي لما حد يكون فاهم كده لدرجه ان هو يقول لك التوليفه بنفسه، ودي حاجه بتحسسني ان انا ايه تعب ما بروحش على الفاضي. قال لي شويه ورد وشويه قرنفل يظبطوا الريحه، وعود جنسن كده عشان الطاقه ويظبطوا معانا عشان يجي الشغل. بصراحه اليومين دول ضغط علينا، ونص حبايه جوز الطيب كمان تزود من الطاقه. وقلب الكلام ده كله وبعت لي الاوردر ده بصراحه في اسرع وقت عشان البن عندي خلص. بصراحه الاوردر فرحني جدا. وما تنساش لو انت ما تعرفنيش انا علاء فوده، وبقدم محتوى عن القهوه، بعرفك اللي تناسبك وكل حاجه عن القهوه، وبفهمك ازاي تعمل